السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين هندمس مع بعض فول، فول زي فول المطاعم واحسن كمان. هنعمله في البيت وهنعمله الكمية اللي احنا حابينها، واللي يتبقى معانا هنفرزه ونحطه في الفريزر يبقى جاهز معانا. حلو جدا. وانا عملته وحط عليه زيت وحط عليه فلفل وليمون، ونقدر نحط عليه اي حاجة احنا بنحبها. نقدر كمان نعمله بالثوم والطماطم. نقدر نحط عليه اي اضافات احنا حابينها. هنعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدا مع بعض الفيديو. معايا المكونات زي ما انتم شايفين. معايا هنا نص كيلو فول مقشر زي ما انتم شايفين. انا نقعته لمده 12 ساعه. معايا كمان نص كوب عدس اصفر نقعته 10 دقايق، وكمان نص كوب عدس بجبه نقعته كمان 10 دقايق. معايا 3 طماطمات مبشورين ومعلقتين جزر مبشور. معايا كمان كركم، ومعايا نص معلقه كركم ومعلقه كبيره بابريكا، ومعايا كمان عصير ليمونتين. بعد كده هبدأ أول خطوة. هجيب حلة على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، حلة متوسطة، وهضيف فيها أنزل بيها بالفول زي ما انتم شايفين. وهبدأ أضيف عليه كمان العدس. ضيف العدس الأصفر. طبعا أنا غسلهم كويس قوي قبل ما انقعهم كمان. مهم جدا ان احنا نغسلهم ونصفيهم. كمان العدس بجبة. هضيف الجزر مبشور. كمان هضيف الطماطم، 3 طماطمات كبار. وهضيف عصير الليمون. والتوابل اللي هنضيفها طبعا الكركم والبابريكا. وهنزل عليه كمان بنص لتر مية دافية، وهقلبه لحد ما المية تغطيه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هغطيه بالمية وهقلبه كويس. شايفين انا اتأكدت ان هو متغطي طبعا بالمية. اتأكدت طبعا ان انا غطيته كويس بالمية. كده كمية المية معقولة. وهبدأ اغطيه بالغطا بتاع الحلة. طبعا مهم ان هو يكون مقفول كويس جدا عليها عشان يستوي كويس. هسيبه كده لمدة نص ساعة. هقلبه كده من وقت للتاني عشان اتأكد ان هو ميمسكش في الحلة من تحت. وهرجع اغطيه تاني. هتأكد ان الغطا مقفول كويس جدا. خلاص كده هو اخد الوقت الكافي. هبدأ دلوقتي ارفع الغطا. شايفين هو كده وصل لمرحلة السوى المطلوبة. كده استوى تمام. هبدأ اختبره. هاخد معلقة في الطبق بالشكل ده. وهبدأ بالشوكة اضغط عليه. خلاص كده استوى تمام. هأطفي عليه النار. شايفين استوى تمام.
حتى العدس كمان والفول كله استوى. هطفي عليه النار واسيبه لما يهدى خالص، وبعد كده هبدأ اضربه في الخلاط او الهاند بلندر المتوفر عندنا. وده الفول انا اخدته في الطبق. هجهز طبق فول بالطحينة وزيت الزيتون زي ما انتم شايفين. هضيف له كمان فلفل رومي، لو انتوا حابين ممكن تضيفوا فلفل حامي بيبقى حلو قوي، نص ليمونه، وطبعا كمون وملح وفلفل طبعا وكزبره. لو حابين نضيف شطه براحتنا، نقدر نعمل اي اضافات. انا بحبه كده بزيت الزيتون والليمون، بيبقى حلو جدا وكمان صحي. وبكده طبق الفول اصبح جاهز معانا، وطعمه حلو جدا بجد، وصفة جميلة جدا. ونقدر نفرزه ونطلعه للسحور زي ما نحب. نقدر نعمله بالطماطم حسب رغبتنا. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها يا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير يعني والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا. ايه، ونشوفكم الفيديو الجاي.